بنرحب بيكم مشاهدينا وموسم جديد على الطبلية. زي ما عودناكم كل سنة بنقدم فكرة جديدة، والنهاردة فكرتنا من أسوان ومن نيل أسوان. الحاجة الوحيدة اللي أقدر أجيب السياحة للقرية بتاعتي. تعمل حاجة أصلية. أعمل حاجة مميزة فيها مصداقية. ده البولك بتاعنا النيلي، هوريه لكم صاحي دلوقتي. الله الله. استاذ عبد الرؤوف، شكلك بتعبنا انت النهارده باين. ايوه روحوا اقعدوا مع اللي هناك. انا اقول لك على حاجه يا استاذ. يعني انا دلوقتي عايز ارمي كده، ارمي عليكي اهو مثلا اهو. جاب اتنين ده. روح صور اللي هناك ده. صوريه. احنا نلموها بقى عشان ايه؟ عشان ما فيش سمك النهارده. يعني سمك ايه اللي هنضحك على بعض. احنا السنة دي هنبدأ معاك الموضوع من أوله، يوم رمضاني جميل، وهنبدأ من صيد السمك. اي حد يستخدم التوابل يبقى انا بداري عيب عندي في حاجه. انا جاي اكل سمك، انا جاي اكل توابل ولا جاي اكل سمك. ملح فقط لا غير. وطريقه الطهي نفسها بدائيه، اللي هي بنستخدم الاخشاب اللي هي مثلا في الجزيره عندنا اللي هي بتنشف وخلاص، مثلا الحطب وكل حاجه متوفره زي ما انت في صيد، في صيد هنا. بتشجعوا بعض بقى يا ادهم لما حد بيصيد يعني طبعا. بعض في بقى اهو البن اللي قلت لك عليه بقى، اللي محدش الذهبي ده اهو ده اهو ده بني بقى. ده البني اللي هي الذهبيه. اللي عايز سمك بيروح ياكل فين؟ عند الصياد. عند صياد معين. لا مفيش وجبه، انت بتيجي تاكل لحد ما تشبعي. زي ما تقدر تاكل. عبي جيوبك. ايه رايكم ما تيجوا تاكلوها في الطبيعه؟ دي فكره البرنامج بتاعنا، ان احنا الاكل في الطبيعه، والناس في رمضان تاخد يوم كده مختلف.